استغفر الله استغفر الله استغفر الله. الحمد لله الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. إن الحمد لله إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من عندك رحمة وعلمنا من لدنك علما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه سلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. احنا نتهيل هذا الشهر الكبير اللي ينقال رمضان وياسر منا معادل الله شهر طوف ينصام وتعدل فيه التراويح وذاك الأمر اللي هو والقضية ذا قد وهو عبارة عن ويقول لك هذا الشهر المبارك وهو والله مبارك. قال هو الشر كامل والخير كامل. رمضان هو شهر البلاء لكن لا يخلي كامل هو شهر. وهذا ياسر منا معهم مستحضر ومعهم عدو. هو بمنزلة القلب للجسد. إذا صلح صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله. رمضان إن يصلح العام ونين عود رمضان ما صلح العام الكامل راه خرب. وهو اللي تعدل فيه الشقاوة وهو اللي فيه السعادة وهو اللي يعين فيه الموظفين وهو اللي يستغنى فيه الأغنياء وهو اللي يفقر فيه وحدين وهو اللي يمرض فيه أمراض لا علاج لها ويركبوا وحدين ويقضوا وحدين ويشتوا وحدين. إذن هو شهر البلاء بالشقين ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. هو شهر الأعمار
قد يقول بعض الناس هذا شهر مبارك ينتلى فيه القرآن وما كان هو اللي فيه البلاء أيضا. تعرفوا باش لأن الله تعالى قال إنا أنزلناه اللي هو المصحف فاش ليلة القدر وما أدريك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر. يا غير اللي قال في آية أخرى حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة. القرآن مبارك وانزل في ليلة مباركة يا غير معدم البركة ومعدم الخير. قال فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مصيب. هذا ماله كلام المليك. إن ليلة القدر فيها يبرم كل أمر حكيم. شكام الله يخلق في العام يخلق ليلة القدر وذاك رمضان. ومعناه جميع اللي يخلق في العام من خير وشر مركز من طاقته ينطلق منها ليلة القدر. يا رب نسألك خير ذلك وخير ما فيه ونعوذ بك من شر ذلك وشر ما فيه. جنبنا المكاره وصبها على أعدائك. إذا ذا الشهر مر مولانا يبرد على القلوب يقولون لا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما لا تنخلعهم إلا نهارات. يعني تفوت الناس تطوق حلاوة الإيمان وتحط عادة لباس يقول لهم شهر رمضان هو شهر يعلمنا التربية ويعلمنا الكياسة وأن نقدم الأمور الشاقة بأسلوب لين الرقيق يؤدي إلى الشوق وإلى المحبة ولا ينفر الناس. سارنا الله التوفيق. والغريب أن القرآن نزل ليلة القدر. هذا الشيء يفهم منه معناها أن الشريعة كاملة جاية في رمضان. الشريعة كاملة انصبت في رمضان بدليلات. قال انزلناه في ليلة القدر والنبي صلى الله عليه وسلم جاب له جبريل جاب له ويقرأ من القرآن هي بدايته. معناها أنه بدأ القرآن من رمضان. وقبض النبي صلى الله عليه وسلم عدل له توزيع هندسي حرص الليل والنهار إياك عود الشهر كامل مقهور. بما أن القرآن أنزلناه في ليلة القدر قال التراويح. وبما أن النهار للصيام قال أياما معدودات كتب عليكم الصيام كما كتب. فعلنا أن نصوم الأيام لأنها نبدأ بها وعلنا أن نقوم الليل به اللي أنزلناه في ليلة القدر. قولوا كامل لا إله إلا الله. أول ما نزل من القرآن شنو؟ اقرأ. والقرآن منزل في الليل والليلة بالذات ليلة القدر معناها هي كامل رمضان. الشريعة رمضان والبلاء رمضان والخير رمضان والشر رمضان واللي يخلق كامل رمضان. إذا هو المولد الكهربائي هو المنطلق اللي ينطلق منه ذا كامل يحرك. فإذا أصلح الله حال المخلوق سارنا الله يصلح حواله ويجنبنا المكاره. لا يعود رمضان ما كيفتش. ولذلك ورد في الآثار أن النبي صلى الله عليه وسلم
كان يقول اللهم سلم لنا رمضان وسلم منا رمضان. هذا يقال في الأثر. سلم لنا حمد يطلب مولانا انه يسلك له رمضان ويسلكه هو من رمضان، لكن اللي فيه كامل يعود هو سر سالك. سألنا الله أن يعيننا على صيامه وقيامه. يلا تعود الدار صايمة، ملائكة الرحمن معانا في الديار، يغال هم معصومين، ما يأكلوا ولا يشربوا ولا يزقلون شيء، يغال عندهم مفاتيح كل دار. ونين تقعد في دارك لا تحتسب الدمر عادي، يعرف انك معاك مرافقين. إذا عاد في الدنيا مرافقين عسكريين، هذو قاع مرافقين ملائكيين ما يعصموا ولا يتحملوا المعصية. ورعى من دارك اصلا واحد مننا ترى يتفخر يقول داري نكرم فيها الضيوف ونعدل. الاول بعد قاع ما تقدم كرم الضيوف اللي يمشيهم رب العالمين وراضي عنه. ارعى من يعود دارك فضيحه وما يشرسك غيبه وحسد وضلال وشبه المسائل. عرف ان الدار معاك مد وماشي القدام هو معاك، وحد قاعد يعود مدرج عنه يلا يعود اخلع لرقاش بكل ما تعرف. كانوا يخرصك، كانوا بالوا لك، كانوا تلفت عنك، كانوا ما كذا. ما دام هو محجوب عنك انت ما تشوفه وهو اللي يشوفك بالك. عرف انك مراقب في كل لحظه، ودور الملائكه يشهدوا عليك. مولانا ما يحكم حد ولا يعاقب حد ما هو بينه، شهود شباط لا احد يهبز عليه وينقبض. الملك غني كريم. وقالوا على ان حد عاده ما يعود غني ما عاتفوا به. الياسر في الانسان انه يستغنى يعود رويخي ولا يتكيس ما هو يعود طايح يده. هو مجرد يستغنى ان الانسان لا يطغى ان رئيه استغنى. الملك جل وعلا غني ومعها كريم، غني حميد. عرف من هذا ان الغنى بالنسبه للانسان غالبا يحمله على الضلال والخطا. قال المولانا حد يعود غني ويعود متكايس ويعود رحيم. قال لها مولانا يا رب العالمين مع غناه غني كريم وغني حميد، والغريم ما تجبر غني عزيز. ما تندار فيه الصفة اللي تدل على البطش والقوة، يندار مع الغناء الرحمة واللطف والكرم. ولكن لا مولانا المخلوق ما يجي غالبا. انتوا معايا ولا ماكم معايا؟ عرفنا على ان رمضان هو المنطقة اللي انطلق من هذا كان. سائرين الله العافية. ولذلك كان رسولنا صلى الله عليه وسلم ياسر من نهارك يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم يتم لك فصيح ودكتور وذريب وخباري في العربية ولسانه مسمول. يعني يلحق صلاة النبي صلى الله عليه وسلم هو لك هو مريخيس ما هو قادر يصلي يعني. تعرفوا ده معنى شنو؟ يتم لك يتكلم وقال والفصاحة والبلاغة والبيان والشي ما تعرف شنو. يعني يلحق صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك صلى ما يقد يقولها بالتالبة صلى الله عليه وسلم. هذا اللي نقولكم لا تصدقوه يا غير الصنطور وقف. عالم جليل ومع هذا ما هو قادر يصلي الصلاة على بال. وداعية كبير ما يقدر يصلي الصلاة التالي صلى الله عليه وسلم لوالك الله صلى الله عليه وسلم إليه متقو. أنت كنت فصيح ولسانك مطروس يعني لحقت الصلاة اللي تتقال ما تتخمسها. أنا نفهم بمردة قاعد عند الشيطان هذا الخير ما هو مخليه يطرسه. ما لعل واحدين يبدو الليلة يتأملوا في صلاتهم يقولوا أنا كنت قاعد ما كنت فاطر كنت لا صلى لا يمدع
قول له تكايس الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أشرها كبير وانت لي تلحقها تقوم نافذها وتخربزها. أنا الشيطان يلعب بيك وإذا المقام زي المكان فيها من الخير. تفهم معايا؟ قالوا العلماء يجعلنا منهم. كان ابن عباس يوخض على آية من القرآن ولا يفهمها يقوم يبكي. ابن عباس والعم النبي صلى الله عليه وسلم داعي النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. كان إذا مر بآية ولم يعرفها لم يفهمها يبكي. يقول له شبكيه يقول لهم عرفت اني ماني عالم. لعت عالم ما يعود باقي شيء من كلام ولا انا ما فهمت. واحنا قاعد واحدين منا تجي تقرا عليه المصحف كامل ولا وفاهم منه كلمه واحده. ينقال لك حافظ يا غير يلا يندار معاها حافظ يا غير ما هو فاهم. ياك ذا يتقال ما عنده استحضار ولا معرفه. يقولوا له انت من قال لك انك مالك عالم اللي عد. يقول لهم الله تعالى يقول بل هو آيات بينات يغار في صدور الذين اوتوا العلم. كلام مولانا والقرآن واضح الا للذين اوتوا العلم. حد ما اعطاه مولانا ذاك يعود بعض الايات والله قاع الكثير منها ما يعرف. شوفوا هي الاحكام واضحه. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل. عبارات القرآن ما هي متقاربة خارج من الأحكام اللي لا يجاب. إن قال حرام إن قال له حرام ولازم إن قال له لازم وخارج منها اللي نعطى غير ما منادى عليه وخارج من الأحكام لأهميته عند الله ما يقول لك الأحكام ينادي لك أولا. ياك تنتبه. شفت ورقاه قد يعود كان مشغول باله يا غير مين ينقال حتى في ياع هو لله المثل الأعلى. يتم لك اللي ياع تكلم إنين ينقال لك انتبهوا. كلمة انتبهوا ونحو ذلك فيها نوع من إثارة القلب تنبيه إياك أنك تترك عنك ذلك تسايبه وتبدأ تصيب بالك. القرآن يتم يتكلم ألف لام من ذلك الكتاب وكذا كذا إن يقطع يا أيها الذين آمنوا. هذه يا معناها أنها مولاها يترك ذلك كان واحد فيه وينتبه. طاري مرده ما يكي ذلك كان. هذا منبه. التنبيه الأول على رمضان ذا الشهر اللي نبته يقول يا أيها الذين آمنوا حد ما هو مؤمن. هذا قاع القرآن هذا الآيات ما يعني حد ما هو مؤمن ولا هو الإيمان. قالوا مريتني في القلب يا غير نختار نصوركم الكفر في منين في الإكراه الضلال في منين إلا في القلب التكبي إلا في القلب الحسد إلا في القلب الرياء إلا في القلب النفاق إلا في القلب. هو القلب هو ما قال صيبتك. هذه الكلمة اللي يقول واحدة من موريتانيا الإيمان في القلب حتى الضلال في القلب. يلا حد يعرف أن القلب هو بلد المجمع هو المولد وهو اللي مطرق منه دايات الشكاك خيرا أو شرا. يريد ينادي رب العالمين يقول يا أيها الذين آمنوا معناها المؤمنين جاءهم لي تبارك ولله المثل الأعلى. إن واحد منكم يتمنين قالوا عنك يبقى واخذ بلاء في الإذاعة والله في التلفزة يالتك تفتحها هيكم لا هي يفوت قدر يربط العين حقل. إن قالكم وزارة الصحة واخذت بيان كلكم دور يفتح إن يسمع بذو. هذا من عود يخرج لكم من التواكيل على بيانات المخالة لأهميتها. ينادي رب السماوات والأرض ورقاش جاء رمضان وانتهى رمضان وهو نداء مولانا ما قد فكر فيه. هذا قيس الخير هذا خاطر اللي قالوا ومولانا مولي كريم في كل شيء ومارك الشهر كم شفتوا لكم رجلين
الشهر 5 والله 7 الشهر 12 مولانا ما استثنى ما هو شهر واحد. وسجان الرواية انه ما استثناها مولي تم يقصصها يقلع منها لانه يعلم ان الخليطة المعيط له ياسر منها ما هو قادر يقوم شيء. قال يا ايها الذين كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعل ايام معدودات. وقال ان شهر رمضان انخلعنا اول شهر كامل مغفور ما يقدر حد يفطر. يصير القرآن يخفف يقول لا تخلعوا ما هو الشهر هو الشهر لا بمعنى النهار. والليل أحل لكم ليلة الصيام الليل الخليل. قولوا كامل لا إله إلا الله. أحل لكم ليلة الصيام الليل راني قاري. عرفتوا انه اولا ايام وعاباك الشهر ونيت تخرج الخلعة يقول انها الليل ما هو هذا الليل مخليه لكم وكلوا واشربوا يا غير رعاهم ويعود وقال زوجتك ما قد تمسها في النهار قال عنك الليل ما عندك مشكلة. خارجين وحدين الصقاع مولانا ظلوا حاكمين انفسهم عن الحرام مار وطاجين واللبن والشراب والامور كامله حاكمين عنها ونعود في الليل يمشوا لو دور الحرام. انت عندك المولانا حكمك عن الصراع اللي عندك مار اللي عندك اطاجين اللي عندك هل يا منعك من الحلال اياك انت تمشي تود الحرام. معناها ان اللي منها ما قوم ليله مع نهاره راه هو رمضان لا يتوادعوا. هذا النداء نادى به رب السماوات والارض. قالوا على المولانا اني نادي جل وعلا ما يبقاش في الكون ما عاد كاصر وذنو يصنت للملك ذا اللي نادي بشو. لا تصوروا الامر عادي نداء رب السماوات والارض ما يبقاش في الكون ما عاد كاصر وذنو يعيط يصنت للنداء. يا أيها يعني تسمعوا كلام مولانا قال فيه يا بالك وقلت في درس ماضي النداء مولانا الكون ما يعصي مولانا يتم به نداء مولانا ما يمرق باله. الله تعالى مين ينادي في الكون على الكون ذاك اللي منها كامل نسمع ذاك النداء يعود مات لا يمرق راسه. قالوا على المنين مولانا جل وعلا كفار زرقوا إبراهيم خليل الرحمن وياك عرفوا كاملي اللي منكم تعال مولانا ولان قالت له كلمة خاصة يلا ينخلع. وحد منكم آمر بالمعروف ونهى عن المنكر ولا يجبر شكله ينخلع. بهل الطريق لو عادت ما فيها سكوسات ما يجبروا الأنبياء يقدر عليهم في الطريق. ياسر من رقاب الصحابة وقطع على سبة لا إله إلا الله تخليها. حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم سيد الشهداء ويوم القيامة الناس كاملة اللي كتلت في سبيل الله عود حاصرة معدل الشيكية الرنق في المعشر من قال لهم أيوة عدلوا رنكم ويعيط الحمزة وقال عود انت هو القدام. انت تقود الناس اللي انكتلت في الله لانه انبقر بعد منين ينقتل عادي الشق يلود ركبته ونين وقوف عليه النبي صلى الله عليه وسلم يهوان وممثل به وممزق اتغير وجهه صلى الله عليه وسلم. ان الكفار لم عدرين بعمره كان يدافع عن الدين وتمرم على الصحابة قال لهم إني يعطينا مولانا نتمكنوا من الكفار في مرحلة أخرى في القتال معاهم دور نمثل بيهم وننكل بيهم تنكيل ما عرفته العرب.
يجيه القرآن يبرد. قال وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. قال ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. عيط للصحابة قال لهم ما نتعرضوا لهم ما هم النبي صلى الله عليه وسلم ما يقول القرآن يوقف موقف يغضب ويتأثر. يغارنين يجي الأمر من مليك جواب حق يعود عبد المولى مطيع المولى. يا أيها الذين آمنوا شوفوا النداء. وعاقب لكن قال لهم عنكم هذا ما هو أمر بسيط كتب عليكم ما أنا راني فرضت عليكم الصيام. هو ذا واجب. الصحابة اللي كله يدل راسه فيهم الرجال اللي عابوا أهل 60 وأهل 50 وأهل ومع ذا ما قد تصام يتمونين إن قال لهم عكم كتب عليكم الصيام وما تلحد يشقم شي ولا يمس رجال يا غير ما خارج ما هو سمعنا وأطعنا. الناس كان عاملة تسمع الدين ياسر منها يسمع. يا غير رب العالمين جل وعلا عنده شهود عليك شهود حد ما يلبس. يا الله يشيرك يعود عالم برمضان وطفلتك عالمة برمضان ودارك عالمة برمضان وشوك كامل رمضان ويتموا أربعين ما كذا كذا نين قال له موت وراه رمضان نين يبدأ يهدينا ويهديهم. هذا وقت ياسر من الأئمة والمؤذنين يهدينا ويهديهم. عندهم سحور وعندهم وقت ما هو قريب يمشي. وحدين حسهم يصبحوا وحدين ما فاتوا شافوه وحدين ماشيين على هاي التواقيت اللي منتشرة اللي ما تعرف أولها من أعقابها. ما لكم الشيخ على حد من أهل العلم أرقاه ما يقبل طاقت وعلقها والله تواقت وشم اللي يجهزها ما تعرف أهلها. شلاه تقول مولانا وانت تصوم عليها وتصدق. هذا الناس انت ما تعرفهم وإذا عندهم انت ما حررته. من أين لك هذا؟ وعرفوا على ياسر من فقهاءنا الله يسمح لنا وله. الواحد شين عليه ما زين عليه يقول لك لما نعرف ما تسولوا عن الانترنت شي يحرك فيها ولا وسائل التواصل ما يشعل لك انه يعرفوا كام. هو انت تخرساك ما هو مدقق. ولذلك الملك علام الغيوب يعلم ان الدنيا دوري تمكن لها عدى الواحد الصبح صابح ولو خرجوا ما اصبح يطرح لهم قاعده يقول لهم كلوا واشربوا حتى يتبين يتضح لكم. تبين تفعل ومعناها اتضح ما هو أولاد الصبح حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر راهو أتم الصيام إلى الليل. وبالتالي لا لو خلوا تبطبيط وقالها فلان وأنا عندي جهاز وعندي توقيته حد لا يعبد مولانا يا عبد الله مسألة قد يوقف على يدي الله ويقول يا مولانا اللي عرفت من شريعتك كذا أقول مسألة كذا. خارج بعض السلف لاحق من الخوف من مولانا قالوا له انه تخمامه كذا قال لهم انه يختار يقيس النار عن يقيه بين يدي الله. قال لهم انا نوقف بين يدي الله يسألني عن الصغيرة وعدم الحياة من رب العالمين انه يختار يقيس النار لانه لا يطيق الوقوف بين يدي الله وهو يعرف حاله انه لا يطيب قلبه ولا يجد ابدا بهل يعرف الوقوف بين يدي الله كيف يقع من شنو الشده. ولذلك قال بعض العلماء ان رجاجا يموت سكرات الموت مره ينعت له مولانا حالات وينعت له قدر يتعلق يفهم به علاقته مع ربه وانه يقوم الاعراق ماشي من النواظر ومن جبهته
قالوا لأنه لما شاهد حاله أول حالاته إنه يعود الأعرج يتصبب حياء من الله القادم عليه. اللاني شاف ذاك الجو وذو الملائكة وذا الشيء يقوم الأعرج ماشي من دهش من الحال. وبعض السلف يقول والله لو أدخلت إحدى رجلي في الجنة والأخرى ما زالت مرقب وسمعت مناديا يقول يدخل الجنة كل واحد إلا لخفت أن أكون أنا هو الذي يستاذن أين ارتد عن الجنة لا أدخل. ما هو قاد يطمئن. يا أيها الذين آمنوا هذا نداء لعل يحجدك إن لا كلام عادي كتب يظهر ما في جو سابق كلها يدفع شهرة الطب التقليدي والطب العصري والطب شيثاني وما كذا. أعرفوا أعلن في الدنيا رقاه يجد يتروق في مرده ويدعاه ويقول قط قال لي واحد وقط قال لي قاعني منصور واني اهلي قاع فيهم السر كذا سرك ذاك وشهرك. عرف انك ستعرضوا على الله يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. ارعى من الواحد يعدل انه مريض ويجبر دكتور افطر منه هو فاطر وعنده ملي اطباء فاطرين. انت قاعد لا افكارتيه من الفطه وبالتالي هو ما يعرف. والطبيب عرفونه مع ان الشريعه ما اعتبرته وهو ضوابط معينه. عرفون الطبيب واضح انه ما يعرف. العالم اليوم يمرض لقاش مرض اعاذنا الله ويعود عنده الامكانيات وينقال له ايوه الشيله ما يبقى بليده في الكون ما جاء كلينيكات وغيرها من الاجهزه ومن الصحات ونعرض عليهم مرضه ده هو كامل تجيك لي شماراتشي وهو مريض. لا اله الا الله. قال له ما شفنا شيء ما شفنا شيء. ومره ما يعرفوا ايش له يتعاملوا معاه. والطبيب اللي تقعد قدامه ايش مالك يقول لك انت ايش حاسس بي وانا جايك انا جايك يدورك تداوي تقول له انت ايش حاسس بي. هو كيفتك انت ضعوف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره. المخلوق ما عنده ومره يعطيه دواء والفحص وقال ومتاكد فلا تزداد الا الما ومرض. وينقال لك ما عرفوا من تبقى عليه 5 ولا يبقى بليده ما جيت ويتملك الطبيب حاضر لانه هو كيفتك انت هو لا يعرف. ومره يمرض الطبيب ويشيل الاطباء ويتحماوا عليه ولا يعرفون علاجه لان هذا الشيء اللي تراه فيه كان هذه الفاتحه اللي تقراه الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الى عاد القران العظيم قال ملك يوم الدين معناها ملك يوم القيامه. راوا لكم ملك الدنيا مولانا هو المالك ذكر هو مالك ذكر المالك الا واحد. ولذلك تم رقاه يتبع راسه وتاكل على القبيله وتاكل على دولته وتاكل على شعبه وشعبيته والنصمه. يعني يجيه مرضه مطروح الناس تشبع ليه ما فيها حد قاعد يدخل وينسل من بين ايديهم بالعتره ولين باطي يمشي من بين ايديهم ينعتر وياسر الحقره. كان بوتاته ما مشاو به وكان يركب القدام ندافع قابل وتر والوقي يسبقوا رؤوسهم عاضهم اللي القدام وآلتك الزينه جات مطروحه ولباسك وفسخ لك وجاي رب العالمين ما كنت خايف منه. قولوا كامرين لا اله الا واللي عدلوا لا يعدل الجيفه واكين تخلي يبعدوها لعل تطرطق تخليهم الخنزات. كذلك الانسان اللي يموت يغافس لعل يتطرطق ويعود رايحته ما في حد قد يحمله. ولذلك منها رحمه مولانا بالعباد اللي امرهم بانهم يغسلوه وينظفوه ويستروه ويديروا عليه اللباس ويمشوا به ويردموه. اياك انه ما يعود في حاله
الناس تستقدرها كعادة. واحد تجبل وتراكب في عقابه يتبل والله كرس عين الزر، هو من نفسه ممقوط ما عنده حول ولا قوة. من عندك الدولة منين؟ الدولة ما نفعتك، لا اطباء ولا بتهم. قبيلتك ما هو عندك، اصحابك منين؟ ما هم نافعينك. ايش قايس؟ ممشي عن جماعتك، وممشي عن شعبيتك اللي عندك بشعبيتك، وممشي عن الناس اللي تعرف. قايس مقبرة ما فيها حتى عرض، وعامل لك طبقات الارض والله الموسور لك والله، وشركة المياه والكهرباء ما تدخلكش، وعامل لك لا تخلف متقيم عنك الناس تلاهي طوشا، وتلقى انت عمل ربك ومن نبيك وما شوف شي نادي عليه رب العالمين يقول يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. خلاص كلها يعرف حال. شي عندك في حجة شرعية تفضل، إن الله لا يظلم الناس شيء، هو غني عنك. ولعتك انت اللي من خارمز ولا اصلا ما تصوم، وقالوا لك وحدين وقلت انت وعندك مجبنه، مجبنتك لله تسول. رب العالمين هو اللي مخلق المجبنه يعلمنا، ما هو المخلوق لا يدعى. دعات مجبنتك قراديفك كلا وراسك اسمع خلاص عرف انك لا تنعرض على من خلقك وسواك. شوف ما يغارط حد راسه، ودار ام اللي يعود ينظر الله اليها ما في احد صايم. رمضان كتب عليكم الصيام وما تعنيهم قاع، لا في ليل ولا نهار. واغرم من ذاكرين تلاقيه في رمضان هي لك الدنيا متفرقان يا اخويا، الا النهار الكبير ما عندي له شيء عادي قريب ما عنده. انت قاع النهار الكبير هو كبير عنده يوم الفطر، يا غير رمضان ما هو كبير قاع عنده. شوفوا انتم هذه عقلية المجاني، يقول لك النهار الكبير ورمضان كامل ما هو كبير، ما احترم فيه دين ولا احترم فيه اخلاق ولا عدل سنه ولا يبالي. والوجيه اللي سرع يقعدوا لا حاسين بك الله، يقولوا قال انه ما هم صح وقال انه ما كذا ارعى. لما راكم سمعتوا كاملين بعض وحدين يقول لك انا ما نشتغل انا ما عندي. انت كنت لا صامت همك ما قد كنت سابق رمضان، انت تفقدت انك ما عندك شيء الا نيجي رمضان. انت وقتك ان تطيع مولانا دور يهيأ لك المكان مهيأ لك لانك كريه، وبالتالي احد يشتغل شغله ما كان يعدلها دور يجبر اجراء. رب العالمين ان يطيعه وتسمعني ويعود هو حكمه، دور الله يعاونك ودور يلطف بك ويهيأ لك مرد. ولذلك عادوا مركزين غيرك شم المنظمات والهيئات يهدينا ويهدينا. يني قلاب رمضان يقول لك وحدين احنا يسقوا وحدين هون 11 الواحد بعد هم يسقوا رؤوسهم هي اللي يعود لك الواحد ناي يسقوا هذا ناي يفطروا هذا ناي نعطوهم شيء ياكلوه ناي نعطوا وحدين يشربوا. يا غير اول ما يجب على المكلف بعد قاع هو اللي يسبق راسه بعد تعود انت تعطيهم شيء للصيام وهم الاول بعد قاع هم ما هم صايمين وعلى ما خلاوا اللي قايس الصيام لا شيء محالي. انا ما نعين يا انا نطرح ماره ايه ولا قال لا اسمع مارة السراق يرعاه ولا يعود واحد منهم. انتهى الدرس. بسم الله نعدل الدعاء نختم به ان شاء الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. اللهم صل على محمد واله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا جلال والاكرام يا ذا الجلال والاكرام يا ذا الجلال والاكرام يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا وهاب يا فتاح. اسالك اللهم بجميع اسمائك اسالك اللهم بجميع صفاتك اللهم انا نسالك بذلك كله اقدم بعلمك من حاجاتنا
اللهم إنا نسألك بذلك كله لا تترك لنا ذنبا إلا غفرت. يا رب لا تترك لنا ذنبا إلا غفرت. يا رب لا تترك لنا ذنبا إلا غفرت ولا هما إلا فرجته. اللهم لا تترك لنا هما إلا فرجته. اللهم لا تترك لنا هما إلا فرجته. اللهم لا تترك لنا عيبا إلا سترته. اللهم لا تترك لنا عيبا إلا سترته ولا مرضا إلا شفيت ولا مرضا إلا شفيت ولا مكروها من مكاره الدارين إلا أجرتنا. اللهم إنا نعوذ بوجهك من النار ومن كل مكروه أحاط به علمك من الدنيا والآخرة. اللهم إنا نعوذ بوجهك من النار ومن كل مكروه أحاط به علمك في الدنيا والآخرة. اللهم اقض ما في علمك من حاجاتنا. اللهم اقض ما في علمك من حاجاتنا. اللهم يا رب العالمين حرم علينا النار كما حرمتها على أنبيائك وأصفيائك. اللهم اجعل بلادنا من أحسن البلاد واجعلها آمنة مطمئنة إلى يوم التناد ونحن على زيغ أهل الزيغ وفساد أهل الفساد. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ذا الجلال والإكرام اجرنا من كل مكروه أحاط به علمك في الدنيا والآخرة. اجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله. أعنا على صيام رمضان وقيامه. اللهم أعنا على صيامه وقيامه. اللهم اجعلنا ممن صامه وصانه. حبب إلينا الإيمان وسكنه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اجعلنا هادين مهديين لا ضالين ولا مضلين. ارنا الحق حقا وارزقنا. اللهم اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم إنا نعوذ بك من